قبل عام 56 حققوا 7 مرات. ادي الهجمه من ناحيه اليمين، تعدي كوره في منتهى الخطوره. نادي فتحي رباطي لو عدت خطر، لو عدت خطر. ينسان تترد مره ثانيه وجول. جول الهدف الاول لنادي الفتح رباطي عن طريق لامين دياكيتي اليفواري القادم من الدفاع الحسني الجديدي صاحب 26 عام. الخطأ واول كوره واول هجمه مغربيه يحرز اسرع هدف في البطوله، اسرع هدف في النسخة 27 في البطولة العربية مصر 2017. بقول لحضراتكم تخطى هدف توفيق عدادي، هدف نصر حسين ضايف في مرمى الوحدة اللي أحرز في الدقيقة 11. في الدقيقة 8 من خطأ دفاعي وعدم تمركز، الراجل متساب لوحده على طول. تسديد أحمد الشناوي بيحاول عليها، خدها على الطاير. فيرست تايم اللاعب لامين دياكيتي اليفواري، وهدف أول لنادي الفتح رباطي. بقول لحضراتكم النتائج حتى الآن عكس التوقعات تماما. ادي التشتيت، حسني فتحي كان عامل التغطية العكسية لكن بيشتت بيشتت باسيست، بيشتت عمل التاكلينج قبل اللاعب مومو ينسان، لكن بتوصل للامين دياكيتي على نفس الخط تقريبا مع باسم مرسي. حكم اللقاء بيرجعها مرة ثانية وكان حسني فتحي متقدم. باسم ومجيد، باسم ومجيد وجول. جول على يمينه المرة دي، واحدة على شماله ما اتحسبتش، اللي على يمينه بتتحسب. هدف التعادل لنادي الزمالك في الدقيقة 43 عن طريق باسم مرسي. هدف مهم جدا للزملكاوية قبل نهاية الشوط الأول. 1-1، الهدف السابع في البطولة العربية اللي بتحلو مباراة عن مباراة، بتحلو أكتر وأكتر. فرح الجماهير اللي موجودة في استاد الإسكندرية باسم مرسي. وفي كورتين حارس المرمى بيترمي ايمن مجيد عكس اتجاه الكوره، الاولى راح يمين، باسم حطها له شمال، حكم اللقاء عادها حطها على يمين ايمن مجيد اللي بيترمي على شمال الكوره. عند حازم امام، السرعات لنادي الزمالك. حازم وادي العرضيه عند شيكا، شيكا جول. جول شيكا بالا، مش ممكن. جول جول جول، هدف رائع، هدف جميل، هدف فيه شياكة، فيه جمال، فيه روعة، فيه حرفنة. لو جبنا سيرة الحرفنة اسمك لازم يتقال. شيكابالا وحازم إمام الموال من أوله موال. مش ممكن حازم إمام يلعبها في الزاوية البعيد، شيكابالا ما يستعجلش. توقعنا أن ياخدها من مرة واحدة، وادي الإعادة في الكورة بتاعت دياكيتي، لكن دي الإعادة اللي احنا مستنيينها. حازم إمام يلعبها لشيكا، ممكن من لمسة واحدة، لكن المهارة موجودة والثقة موجودة والشومة موجودة في المرمى. هدف تاني للزمالك، هدف تاني لشيكابالا. حلوة اللقطة، حلوة الكورة، وهدف رائع. هدف تاني للزمالك، تخبط في العارضة وتتعاطف مع شيكابالا وتدخل في الشباك. هدف تاني للزمالك. 2-1، كومباك رائع. وطالع ابراهيم البحراوي، تتلعب على الارض الاماميه من ايوب، ولكن تترد من محمد مجدي. لسه الخطوره، جول. جول اللاعب الايفواري بيسجل للمره الثانيه. لامين دياكيتي من الخطأ، خطأ متكرر، خطأ بالكربون، نفس كرة الهدف الأول المرتدة. ما بتلاقيش أي لاعب من نادي الزمالك إنه يشتت الكورة ويحرز هدف التعادل في الوقت القاتل الدقيقة 89. لامين دياكيتي عشان يبقى أول لاعب يسجل هدفين في البطولة العربية في هذه النسخة. تترد الكورة من اللاعب نايف أكرد، ياخدها على الطاير بالكربون، ولكن المرة دي على شمال الشناوي. واحدة خدها على الطاير برضه بشماله على يمين الشناوي. هدف أول في الدقيقة 8، وفي الدقيقة 98 أو عفوا 89 بيسجل دياكيتي هدف التعادل للفتح رباطي. 2-2.